بيبدأ فيلمنا ببنت اسمها إيليا وهي بتجري وبتهرب من عيلتها في الغابة، وبيطاردوها اخواتها وهم لابسين أقنعة مخيفة، وبتكون إيليا رافضة الاستسلام ليهم لدرجة إنها بترمي نفسها في البحيرة وبتفضل الموت على إنها ترجع معاهم، لكنهم بيقدروا ينقذوها من المية وبيرجعوها. وبنروح لبطل فيلمنا ريكس وهو في بنك في أمريكا، وبيكون واقف قدام شباك معين في البنك واللي بتكون قاعدة عنده حبيبته مادي، وبيفضل ريكس يأخر في نفسه لحد ما بيوصل دوره عند شباك مادي واللي بيقف يكلمها ويتغزل فيها. ولكن فجأة بيسمع الكل صوت ضرب نار في المكان، وبيتفاجئوا بمجرمين بيقتحموا البنك، وبتحصل عملية سطو مسلح على البنك وبيقتلوا كل أفراد الأمن اللي كانوا في البنك، وبعدها بيهددوا العملاء والموظفين إنهم يناموا على الأرض ويطلعوا كل الفلوس والتليفونات اللي معاهم. وبيشوف ريكس في شنطة واحدة من العملاء مسدس، فبيشاور لها إن هي تديله الشنطة لكنها بتخاف وبترفض. وأثناء ما كان بياخد المجرم الشنطة منها بتقع الشنطة من إيده على رجل ريكس، وبتجيله الفرصة إن هو يقوم ينقذ نفسه وكل الرهائن اللي في البنك، وما بيترددش إن هو يطلع السلاح ويقتل بيه المجرم اللي كان واقف قدامه، وبياخد منه البندقية وبيطارد باقي المجرمين وبيقتلهم بدون ذرة خوف أو رحمة أو ندم. وبعد دقايق بتوصل الشرطة وبتقبض على ريكس، وساعتها بيطلعوا كل الرهائن من البنك، وبيتحاكم ريكس على جرائم القتل اللي ارتكبها في البنك. وبيتكلم المدعي العام وبيقول إن كل حالات القتل اللي ارتكبها ريكس ما كانش ليها أي لازمة أو داعي، وإن هو كان يقدر يهددهم بالمسدس وينقذ الرهائن بطريقة سلمية بدون كل حالات القتل اللي حصلت دي. وساعتها بيتقسم الناس لفريقين، في منهم اللي شاف إن ريكس بطل وأنقذ الناس من شر المجرمين، والنص التاني شاف إن ريكس مريض نفسي ومجرم. وبيحكم القاضي على ريكس ب8 سنين سجن، وفعلا بيقضي ريكس عقوبته في السجن وبيخرج علشان يكمل حياته او يرجع يبداها من جديد. وبيلاقي صورته على غلاف المجلات وبقى مشهور، وقضيته بقت قضية رأي عام. ولما بيروح علشان يتسوق من السوبر ماركت بتتعرف عليه الكاشير، وبيكون باين ان هي خايفة منه. وبعدها بيروح ريكس عشان ياكل في مطعم، وبيتفاجئ بالصحافة ماشية وراه وبيصوروه، وبيتجسد عقل ريكس في نسخة قدامه منه حقيقية، وبيحرضوا عقله ان هو يقوم يتخانق مع الصحفيين ويبعدهم عنه، لدرجة ان هو بيتخيل ان هو بيرمي عليهم الترابيزة، لكنه في النهاية بيقدر يسيطر على نفسه وبيخرج من المطعم. وبيروح لصاحبه الوحيد اللي بيفرح اول ما بيشوفه وبيعرف ان هو خرج من السجن، فبيسأله صاحبه عن مادي حبيبته، لكن ريكس بيقوله ان هي ما زارتوش غير مرة واحدة في بداية سجنه، زي ما بيعاتب صاحبه ان هو ما زارهوش غير مرتين على مدار ال8 سنين. وساعتها بيطلب من صاحبه ادواته اللي شالها عنده، وبياخد الباسبور الخاص بيه، وبيقرر ان هو يسافر لفنلندا، وده لانه عاوز يبدأ حياة جديدة في بلد محدش يعرفه فيها، ويعيش بسلام بدون مطاردات الصحافة ونظرات الناس اللي كلها رعب منه. فبيسأله صاحبه عن سبب اختياره لفنلندا بالذات، فبيجاوب ريكس ان هو لما كان في السجن كان بيلعب لعبة، وقرر ان البلد اللي هيقع عليها الاختيار وهو بيلعب هيروحها اول ما يطلع من السجن، وكان الاختيار ساعتها فنلندا. وبعد ما ريكس بيجهز نفسه وبيروح للمطار، هناك بيقابل ناس بتعرف قصته، وبيفضلوا يضايقوه ويصوروا فيه ويسألوه اسئلة بتستفزه. وساعتها بنشوف واحد عجوز قاعد جنبه بيقول له ان الزوجين اللي وراه بيتكلموا عنه باللغة الفنلندية، واسمعهم بيقولوا ان هم عاوزين يحصلوا عليه لابنهم وهو بيحذروا منهم، وبيكون من الواضح ان نيتهم سيئة ناحيته. ولما بيبص لهم ريكس بيلاقيهم مركزين معاه وبيبتسموا له بطريقة بيشوفها ريكس مرعبة، فبيتوتر ريكس وبيدخل للحمام، وهناك بيتخيل عقله وبيكلمه وبيقول له ان العجوز اللي حذره اكيد بيضحك عليه وان اكيد مفيش اي حاجة هتحصل. وساعتها بيبدأ ريكس رحلته وبيوصل لفنلندا، واخيرا بيحس بالراحة وان هو بعيد عن الاضواء، فبيقف علشان ياخد تاكسي ينقله للفندق، وبيظهر من بعيد تاكسي معين منتظر ريكس ومعاه صورة ليه وهو في المطار. واول ما بيشوفه بيقف في الطابور وفعلا بيركب معاه ريكس، وفي الطريق بينام ريكس من التعب وبيفوق على ريحة غاز في العربية، فبيتفاجئ ان السواق بيلبس قناع يحميه من الغاز المخدر اللي انتشر في العربية كلها. فبيحاول ريكس ان هو يقاوم ويهرب، لكنه بيفشل وبيغمى عليه من المخدر. وفي البيت اللي في الغابة بنشوف إيليا وهي بتحكي لاخوها الصغير قصة عن وحش مرعب واكل لحوم البشر، وبيكون الطفل متحمس جدا لنهاية القصة، على الرغم ان إيليا بتكون متضايقة من القصة الغريبة اللي هي مجبرة انها تحكيها له. وفي بدروم نفس البيت بنشوف ريكس وهو بيفوق من المخدر، وبيتصدم لما بيلاقي نفسه مربوط ومتعلق في البدروم، لكن صدمته الاكبر كانت لما بيحس بحاجة غريبة في رجله، ولما بيبص على رجله بيلاقيها ان هي مقطوعة، وده اللي خلاه كان هيصرخ من الصدمة، لكن عقله بيرجع يتجسد قدامه وبيمنعه ان هو يصرخ، لانه لو عمل كده اهل البيت هيسمعوه. فبيفضل يتكلم مع افكاره وهو مرعوب، فبيتاكد ان اللي خطفوه هم الزوجين اللي شافوه في المطار، وبيفضل يفكر عن السبب اللي خلاهم يقطعوا رجله ويسيبوه عايش. فبيفكر ان هم عصابة تجارة اعضاء، لكنه لما بيدقق في محتويات البدروم بيعرف ان هم عيلة، وبيكتشف ان اللي ربطه يا اما معرفش يربط الحبل كويس، يا اما ربطه ربطه مجرد روتين، لان الربطه كانت ضعيفه جدا، وده لانه عارف ان ريكس واخد مخدر ومش هيفوق ساعتها. فبيفتكر ريكس ان هو فاق من 5 سنين في نص العمليه، وده كان قبل ميعاد انتهاء المخدر، وساعتها بيعرف ان هو فاق قبل ما مفعول المخدر ما يروح، وده معناه ان هو لسه معاه وقت يقدر يهرب فيه. فبيتفق مع عقله ان هو يحاول يحرر نفسه من الحبل ده، وبيدور في الادوات اللي موجوده عن اي حاجه ممكن تفيده، وبعدها ممكن يهرب وينفد بجلده قبل ما يكملوا تقطيع فيه. وفي الوقت اللي كان بيحاول ريكس ان هو يحرر نفسه، بيتسحف اوليفي الابن الصغير للبدروم عشان يشوف ضيفهم الجديد، ولما بيحس
بيحس ريكس بحد بيقرب منه بيمثل ساعتها ان هو لسه تحت تأثير المخدر، ولما بيحاول يفتح عينيه بشكل بسيط علشان يشوف مين اللي موجود بيشوف اوليفي وبيعرف ان هو لسه طفل صغير، وهنا بيخطر في باله فكرة ان هو يستدرك الطفل ويحتجزه وساعتها يقدر يساوم العيلة على حريته مقابل حياة ابنهم. فبيفتح ريكس عينيه واول ما بيشوفه اوليفي فايق بيترعب منه وبيطلع سكينة من جيبه، فبيحاول ريكس ان هو يهديه، ولما بيحاول اوليفي ان هو يخرج بيبدأ ريكس يتكلم معاه وبيقول له ان هو مش هيقدر يأذيه وبيطلب منه ان هو يقرب منه، وبمجرد ما بيقرب بيضربه ريكس برجله، وده في نفس الوقت اللي بتلاحظ فيه إيليا ان اخوها اوليفي مش في سريره، فبتنزل تدور عليه في البدروم وبتكون نازله وهي مغمضه عينيها لانها بتكون خايفه من اللي هتشوفه، فبتدخل وبتلاقي اخوها مع ريكس واللي بيساومها ان هي تديله السكينه يفك نفسه، وفي المقابل ساعتها انه هيسيب اخوها، وبيتكلم عقل ريكس واللي بيكون متوتر فبيوتر ريكس لدرجه ان اوليفي بيفلت من رجليه، فبتستغل إيليا الفرصه وبتاخد اخوها، لكن ريكس بيوقفها وبيطلب منها ان هي تساعده وبيفضل يترجى فيها بعد ما بيحس ان هي مش شبه عائلتها، لكنها بترفض وبتاخد اخوها وبتطلع لاوضتهم، وبتحاول ساعتها توقف النزيف لاوليفي، وبتصحى باقي العيله ساعتها على صوتها المرعوب، وبتكذب عليهم إيليا وبتقول لهم ان هو وقع من على السرير، لكن الام مش بتكون مصدقه وبتضرب إيليا بالقلم وبتتهمها ان هي اللي اذته لان هي عمرها ما كانت شبههم، فبياخدوا ابنهم وبيروحوا على المستشفى، وساعتها بتأمرها الام ان هي تستناهم في البيت، ولما بيروحوا المستشفى بتقول لهم الدكتوره ان الاصابه دي مستحيل تكون بسبب وقع من على السرير، فبتتاكد الام ان إيليا حاولت تقتله، وبتأمر ساعتها اخواتها الاثنين يرجعوا البيت ويأدبوها، وبنرجع لإيليا في البيت وبعد ما بتحس بالراحه بعد ما عيلتها بتكون مشيت، وبتفضل تتخيل نفسها مع ريكس في جنينه وبيرقصوا سوا، فساعتها بتقرر ان هي تساعده وبتاخد ادواتها الطبيه وبتنزل له البدروم، وساعتها بتقعد قدامه وبتطلب منه ان هو يستحمل الالم، وفعلا بتبدا تنظف الجرح وتعقمه، وبتسال ريكس عن اللي كان هيعمله بالسكينه، فبيقول لها ريكس ان هو كان هيحرر نفسه وبعدها هيقتل عيلتها كلها، لكن إيليا بتقول له ان هو مش هيقدر يهرب من عيلتها لانه مش اول واحد يجي هنا ويحاول ان هو يهرب، وكل مره كان في حد بيحاول يهرب اخواتها بيلاقوه في الغابه وبيمسكوه، وساعتها بتعرفوا ان عيلتها مجنونه وان هي عندها اخ كبير اسمه باتي، بس باتي هيئته اقرب للوحش من يوم ولادته، وان باتي مستحيل ان هو يشبع غير لما ياكل لحم بشري، وعلشان كده عيلتها بتخطف البشر وبيقدموهم وجبه لباتي، وبتعترف له ان هي كانت بتخاف تبص له وهو بياكل وبتترعب من منظره، ولكن كل مره كان اهلها بيجبروها تبص له وتشوفه وهو بياكل اللحم البشري، وبيتصدم ريكس لما بيعرف ان هو كان مجرد وجبه لوحش بشري، وبتتكلم إيليا وبتقول له ان هي حاولت الهرب كتير لكنهم كانوا في كل مره بيلاقوها، لحد ما في اخر مره قررت تهرب مع اخوها اوليفي، وده لانها بتكون خايفه تسيبه يعيش في وسط عيلتها المجنونه، ولكن للاسف برضه لقوها ورجعوها للبيت، لكن في المره دي كانوا صنعوا لها قفص زي الحيوانات وفضلوا حابسينها في القفص لمده شهور وبيعاملوها اسوأ معامله، وعلشان يسامحوها على غلطتها بيجبروها ان هي تخدم اخوها باتي وتكون المسؤوله عن وجباته، وبتكمل كلامها انها كان نفسها تبقى دكتوره بس للاسف اهلها بيمنعوها وانها بتتمنى ان هم يموتوا او حد يقتلهم علشان بس تقدر تتخلص منهم وتعيش حياتها، وساعتها بتقرر انها تساعد ريكس وبتديله السكينه عشان يحرر نفسه، فبيحاول ريكس ان هو يواسيها وبيقول لها ان هي مش لوحدها اللي عندها مشاكل، وبيقول لها كمان ان هو كان في السجن وان بسبب قعدته في السجن بقى مريض نفسي، وان هو بيتخيل عقله بيتجسد قدامه وبيكلمه، واثناء ما كانوا بيتكلموا بتسمع إيليا صوت اخواتها اللي وصلوا للبيت فبتستخبى، فبيمثل ريكس بسرعه ان هو لسه مغمى عليه وبيدخل للبدروم الاخين ومعاهم عمهم، وبيكون هو نفس سواق التاكسي اللي خطف ريكس، وبيلاحظ عمهم ان جرح ريكس مربوط برباط مختلف، وساعتها بيعرفوا ان إيليا ساعدته، ولما بيتاكدوا ان ريكس لسه مغمى عليه بيخرجوا يدوروا على إيليا، ولما بيرجعوا للبدروم مره تانية بيكتشفوا ان إيليا موجوده مع ريكس واللي فاق من البنج، فوقتها بيقرب منه العم وبيحقنه بماده مخدره مره تانية، وبيحلم ريكس بالاحداث اللي حصلت معاه يوم عمليه السطو في البنك، وساعتها بنكتشف ان ريكس كان مريض نفسي من قبل ما يدخل السجن، وان اللي حرضه على قتل المجرمين يوم السطو كان عقله المتجسد، وان هو كان مستمتع باللي هو بيعمله، ولما بيخطف واحد من المجرمين مادي كراهينه بيجري ورا ريكس علشان يحررها، وبيتفق مع المجرم ان هو يسيب مادي في مقابل ان هو ما يقتلوش، فبيوافق ريكس، وبعد ما بيسيب المجرم مادي عقله بيفضل يحرضه ان هو لازم يقتل المجرم علشان يتسلى، وفعلا بيقتله ريكس اللي كان بيتصدم بان الطلقه اللي ضربها قتلت كمان موظفه كانت مستخبيه في الدولاب اللي ورا المجرم، وبكده بيكون ريكس قتل شخص ملوش اي ذنب، وعشان كده ساعتها اتقبض عليه، وبيقول المدعي العام ان ريكس اتسبب في حالات قتل بلا داعي وان ريكس ده مريض نفسي، ولما بيطلب القاضي من ريكس ان هو يدافع عن نفسه بيقول ان هو ما كانش يعرف ان في حد في الدولاب، وان هو لما قتل المجرم كان عاوز يقضي على شره من العالم ويتخلص منه، وفي النهايه بيتحاكم على ريكس بالسجن، وفي اول زياره ليه في السجن بتزوره مادي فبتساله عن السبب اللي خلاه يقتل المجرم برغم ان هو حررها، فبتحس مادي من رد ان هو مش طبيعي وانه مريض نفسي، وعلشان كده بتشكره ان هو انقذها من الموت، لكنها كمان بتتاسف له ان هي مش هتقدر تكمل معاه، وبتقول له ان دي هتكون اخر مره تشوفه فيها، فبيفوق ريكس من المخدر وكالعاده قبل الميعاد، وبيتفاجئ بالعم وهو بيقطع رجله التانيه بالمنشار، ووقتها بيصرخ ريكس وبيزقه برجله التانيه
تانية وبيجري العم علشان يجيب حقنة مخدرة تانية. فبيحاول ريكس ان هو يقطع الحبل بالسكينة اللي كان مخبيها في ايده، ولما بيجي العم علشان يخدره بيستخدم ريكس السكينة اللي معاه وبيقتله بيها، واخيرا بيقدر يقطع الحبل ويحرر نفسه وبيفضل قاعد على الارض علشان يرتاح، وبيبدأ يتكلم معاه عقله وبيقرر ان هو يدور في الشنط اللي موجودة في البدروم عن اي حاجة ممكن تساعده. ولما بيسأله عقله اذا كان هيساعد إيليا فبيرد ان هو هيهرب وان هو ملوش علاقة بيها، لكن عقله بيقول له ان إيليا ساعدته وان هي كمان طلبت منه المساعدة. وقتها بيقول له ان هو مش هيضيع حياته مرة تانية بسبب واحدة زي ما عمل مع مادي، وفي الاخر هي سابته وبيملى شنطته باسلحة ومسدس صواريخ وبيربط رجله المجروحة. اما رجله المبتورة فبيربط فيها عصاية جولف علشان يقدر يتحرك بسهولة ويقدر يطلع من البدروم. فبيحاول ان هو يطلع على السلم بهدوء بدون ما يعمل صوت وينبه الاخوات ان هو قدر يهرب. وبعد تلت ساعة بيطلع للدور الاول من البيت، وهناك بيكلموا عقله مرة تانية وبيقنعه ان هو يساعد إيليا، لان زي ما هو قال له ان إيليا محتاجاه وان هو كمان محتاج واحدة في حياته. عقله بيأكد له ان هي مش زي مادي، لان مادي كانت قوية ومش محتاجه له في حياتها، اما إيليا فهي ضعيفة وهتكون محتاجه له معاها دايما، وبالتالي اكيد مستحيل تستغنى عنه. لكن ريكس بيتجاهله ساعتها وبيكمل طريقه لباب البيت، وبنشوف الاب والام وهم راجعين من المستشفى وبيلاقوا باب بيتهم مفتوح، فبيجروا بسرعة على البدرون علشان يطمنوا من وجود ريكس، لكنهم بيكتشفوا ان ريكس هرب وان هو قتل العم. وبتتجمع العيلة علشان يلاقوا حل في المصيبة اللي حصلت لهم دي، وبتقول الام ان هم لازم يهربوا قبل ما ريكس يبلغ السلطات ويقبضوا عليهم، لكن الاب بيقول لهم ان استحالة ريكس يوصل للسلطات لان اصابته كانت قوية جدا، وان كمان مفيش اي وسيلة يقدر يوصل بيها للمدينة، وان هو علشان يوصل محتاج ان هو يعدي البحر وده هيكون صعب عليه، وده لان هو عنده رجل مبتورة. فساعتها بيقرروا الكل ان هم يسيبوا البيت وان هم هياخدوا إيليا معاهم. وقتها بيتكلم اخوها وبيقول ان هو شاف إيليا بتساعد ريكس، لكن قبل ما يكمل كلامه بيتفاجئوا بيه وهو بيتهم بشكل غريب وبيفضل ينزف وبيقع قدامهم ميت، وفي لحظات بيحصل نفس الكلام مع ابوهم وبيقع ميت فورا. فبيطلع ريكس من تحت الترابيزة وهو معاه مسدس المسامير وبيقتل فيهم بعد ما بيكون استسلم لعقله وقرر ان هو لازم يساعد إيليا. ولما بيجي يقتل الاخ التاني بيلاقي المسامير اللي في المسدس اللي معاه خلص، فبيضربه بالسكاكين اللي معاه وبيقتله. فبتقع الام وبيكون مغمى عليها، ولما بتفوق بتخنقها إيليا بسرعة قبل ما تقاوم، واخيرا بتقدر تتخلص إيليا من عيلتها الغريبة. لكن فجأة بيسمعوا صوت قوي بيهز البيت كله، وبتتكلم إيليا وهي مرعوبة وبتقول لريكس ان ده اخوها باتي. وفجأة بيظهر باتي واللي بيكون انسان ضخم بشكل مرعب، واللي اول ما بيشوف اهله واقعين على الارض بيجري على امه علشان يفوقها. فبيستخدم ريكس مسدس الصواريخ علشان يصيبه، لكن المسدس ده ما بيأثرش فيه، فبيروح باتي ناحية ريكس علشان عاوز يقتله. وساعتها ريكس بيمسك في باب التلاجة، ولما بيتفتح الباب بيشوف الباقي من رجله موجود فيها، فوقتها بياخدها ريكس وبيستخدم سن العظمة الموجود فيها وبيقتل بيها باتي. وفي النهاية بيخرج ريكس وإيليا من البيت بعد ما بتقرر انها تبدأ حياة جديدة، وبتقول لريكس انها هتاخد اخوها اوليفي من المستشفى علشان يعيش معاها، والأول مرة من سنين يختفي عقل ريكس وافكاره المتجسدة واللي كانت دايما بتلاحقه. وبعدها بيرجع ريكس لأمريكا ومعاه إيليا بعد ما ارتبطوا، وبتسألهم واحدة من اصحابهم عن اول مرة اتقابلوا فيها، وساعتها بتلاحظ إيليا ان هي بتحاول تتقرب من ريكس، فبتتخيل نفسها وهي بتقتلها. ووقتها بتعرف إيليا ان ميول عيلتها الإجرامية بتجري في دمها بالوراثة. وبيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.